سمعت انه منذ فترة ان الشهيد العظيم ماري جرجس بيسهر كتب. هل قدسك رأيته؟ وهل تتذكر لنا معجزة من معجزاته حدث بكتب؟ هو في الحقيقة كان في الأول أيام الناس الكهنة الكبار المبركين، وأنا شفته وأنا شماس. يعني كان بيظهر على شكل كده، منظر يعني زي شعاع كده، وهو راكب الحصان في قبة كنيسة مرجدة. وكان ناس كتير شافته برضه معانا، وكانوا بيسقفوا ويعملوا تماجيد وحاجة زي كده. ده أنا وأنا شماس قبل ما اترسم أسيس. ومن ضمن المعجزات برضه لما جيت أنا هنا في الآخر، في واحدة، بس يعني الموضوع بتاعها طويل شوية فأنا هختصر فيه. واحنا بنصلي في القداس بصيت لقيتها اترمت في الأرض. فأنا كنت أول كده أشوف بقول يعني ما أعرفش في الحاجات دي، فقلت أروح أصلي. وبعدين بعد ما يعني ما صليت، ربنا بيحب يتمجد طبعا، والعجائب الله في القديسين مش في القسيس ولا حاجه. ربنا يبارك فيك. فانا يعني قعدت يعني اتكلم معاها وقلت لها ازاي وبتاع وحاجه زي كده. وبعدين قلت لها طب ما يعني ما قلت له بقى طب معلش بقى يعني سيبها بقى وخلاص، على قد الكلمات اللي انا كنت اعرفها. فيظهر ربنا برضو اراد يعني ان يعمل اي حاجه معايا. فهي قالت لي طيب انا هطلع النهارده. احنا كنا عاملين نهضه في الكنيسه بمناسبه العيد، يعني العيد بتاع ماري جرجس. فقالت لي انا هطلع من الكنيسه النهارده، هطلع النهارده. قلت لها طيب، وانا قلت له طب وانا اعرف منين انك هتطلع؟ قال لي خلي الست اللي قاعده في ريحي دي تروح تاخد المفتاح مش عارف من مين، وتروح في كتبيه في الاوضه الفلانيه وتفتح البتاع ديت، هتلاقي في حاجه كده مكببه زي حجاب، تجيبها وتيجي. قلت له طيب. فاستنيت شويه كده وقلت له هي راحت وهي جابت البتاع. قال لي بقى انت تبقى قسيس وتكذب كمان عليه. بقى ده ما قال ما قامتش. قلت له ده قامت. قال لا ده قامت، ده قاعده اهي ما راحت لقينا ولا. قلت له قال لي عشان تعرف ان انا صادق وانا هطلع النهارده، وانا ساعه ما هتفكر ان انا هطلع بعد الجرس ما يخبط بتاع العشيه هبعت لك ولازم تيجي على طول. وفعلا الجرس خبط، وحتى اتأخرت شوية كده، بس لقيت شوية أولاد جايين يقولوا لي الست اللي اتصلت لها الصبح بتقول روح ناديله بالأسيس بتاعك اللي في القمامين. وفعلا رحت. وبعدين برضه رحت صليت لها، فربنا يعني تجرم وشفاها. الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله. في معجزة تانية ولا ما تذكرش بس؟ في معجزة بقى الواحد هنا اسمه فتحي ده كان تعب برضه، كان عليه حاجة فقعدناه في المنصورة بتاعت ماري جرجس. وبعدين وانا بصلي له بصيت لقيته انشلت انا هو من الارض كده، وانا بقول الكلام ده مش مبالغ. ورحنا نازلين مرة واحدة. كان عليه روح نجس؟ كان عليه روح نجس. وبعدين بصيت بقول له، وبعدين قال لي هو انا فين؟ انت كنت معايا. يعني زي ما تقول انه رجع منظر. ومن النهارده ما حصلش حاجه الحمد لله. ومره تانية برضه في ديار، وانا بصلي السنكسار بتاع القديسين، بصيت لقيت ولد شاب يعني كان من ضمن اللي موجودين رقد على الارض وقعد يصرخ ويتنطط ويرتعش وحاجه كده. ورحت جري على طول بعد ما خلصت قرايه السنكسار، صليت وربنا شفاه. الحمد لله. طبعا ده بمعجزه من ربنا مش بايدي انا، واسطه يعني مجرد واسطه. طب ممكن العيد
بتاع ماري جرجس شكله يختلف عن الأعياد اللي بنعملها دلوقتي؟ طبعا ده كان بنعمل له اسبوع، ما كانش الزوار من كل البلاد كانت بتيجي وبنعمل لهم اكل هنا ونبقى فرحانين. وكان بيجوا هنا بعض الملاجئ بالفرقة الموسيقى بتاعتهم، وكنا بنلف في الشوارع وبنبقى ناخد سادة القديسين ونجفاه من كنيسة مرجدس لكنيسة العذراء. وأنا الحاجات دي كلها حضرتها وكان جميل جدا، وكان أسبوع مليان مليان من كل حاجة كويسة. دلوقتي ما فيش حاجة، يا دوب بنصلي وخلاص. ما فيش عيانين ولا حاجة. ربنا يشفي. علمت أن الآباء السواح يقيمون قداسات في كنائسنا، ممكن توضح لنا هذا الأمر؟ كنائس هنا ولا كنائس؟ لا، عندنا في طوخ. سمعت إن في كنيسة ماري جرجس حصل حاجة زي كده. أسمع بس ما شفتش. بس وأنا في عزبة الجريسة قبل في الرسالة المدة الأولانية، في يوم واحد من الجماعة الإخوان المسلمين ماشي من فرح الكنيسة، فلقى أصوات وصلاة وحاجات زي دي، فقابلني تاني يوم الصبح وقال لي انتوا كنتوا عاملين هيصة في الكنيسة امبارح وكان عندكم عيد ولا ايه؟ قلت له لا ما فيش حاجة. قال ده انا سامع أصوات وصلاة وحاجات زي كده. فرحت على طول بسرعة دخلت الكنيسة، لأن أنا كنت السكن بتاعي كان في مبنى كنيسة. فنزلت على طول ما فتش كده في البؤجة بتاع اللفايف والحاجات دي، فلقيت برضو يعني آثار حاجة تثبت إن كان في طب سمعت إن البابا كرولوس زار طوخ، هل قدسك كنت موجود في هذا اليوم؟ طب هو موجود وقعدت معاه وهو يعرفني، لأن هو أصلا من طوخ ويعرفني إن أنا شماس كويس يعني. ف قال لما جيت بقى قابلته وقابلناه كده، كان موجود أبونا مخيل الله ينح نفسه الكاهن اللي كان موجود. وصباحنا الصبح يعني قال قلت له يا سيدنا أنا هاخد بركة الاستذباح حاجة روح بدري على وسطتك ما تيجي. وفعلا جاي ورايا على طول وقال لي بقى انت تقف كده. هو خد الركن البحري وانا الابل طبعا لان انا وتربعنا مع بعض، كانت تسبحة في منتهى الجمال. ولا انسى هذا اليوم بوجود البابا معانا، وقال لي امسك الدف يلا يا ولد. وقعدنا نصلي، كان يوم جميل جدا.